السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بتعملوا ايه؟ والله وحشتوني. عيدكم مبارك بالعيدين، كل عام وانتم بخير. الاجازه الطويله دي كانت وكان صعب ان انا اسجل جدا في رمضان. يعني الدنيا في رمضان التوقيت يعني صعب ان انت تعمل اي حاجه. وبعد رمضان تقريبا يعني خدت كام يوم اجازه، خدت 5 ايام اجازه كلهم قضيتهم في جزيره القطن. يعني ما يعني عارف انت، من الصاله للاوضه للاوضه تاني للمطبخ كده يعني. رحتش في اي حته، كنت نايم طول الوقت. كانش عندي بصراحه اي دافع ان انا اقوم اسجل واصور ومنتج وبتاع. بس يعني تكون كل الحلقات مكتوبه وموجوده. اول ما النت قطع النهارده بقى قلت خلاص نقعد نسجل لكم حلقه. المطره بتمطر والجو جميل وعليل الحلقة اللي فاتت اللي هي كانت آخر حلقة تقريبا اتكلمنا فيها عن الحاجات اللي عن تجربة يعني مش موجودة. كنت ذكرت إن المياه العذبة مش موجودة، أو المياه الحلوة اللي صالحة للشرب مش موجودة دايركت في الحنفيات. وكتير جدا من الناس دخل قال لي لا الكلام دوت مش صحيح. بص، هو كلامك صحيح وكلامي صحيح. تعال نقرب البتاع دي شوية كده عشان أنا إيه بعيد. أنت كلامك صح وأنا كلامي صح. في ناس بتقول ان الميه، واحمد شقيري كمان في البرنامج بتاع سين جاب تجربه ان الميه اللي بتيجي من الحنفيات صالحه للشرب، ما تقلقش منها يعني بتاع. بس ليه انت كلامك صح وانا كلامي صح؟ لانه غالبيه الاماكن اللي انا سكنت فيها يعني كلها عماير تجاريه سكنيه، فهو مش يعني غالبيه الناس ما بيركزش مع موضوع الخزانات وانهي خزان اللي هو هينضفه. لان مثلا العماره اللي كنت ساكن فيها المره اللي فاتت كان فيها خزان ارضي، وفوق السطوح تقريبا كان في حوالي 13 خزان او 15 خزان حاجه كده يعني. اللي هو اصلا عشان يقعد ينضفهم هي يعني هيبقى حوار يعني. طبعا هنا مش دعوه اسمها ايه، للغضب على اصحاب المباني وبتاع مش عارف ايه. يعني الموضوع ايه، دوشه. وفي الغالب كلنا خلاص اتعودنا على الموضوع دوت فايه. فصعب ان انا ايه، انت كلامك صح المايه نظيفه وانا كلامي صح المايه صعب ان احنا نشرب منها. لان بالفعل واحد زميلي كان برضه كان بيشرب ميه حنفيه، قعد فتره وللاسف جات له حصوه. وانا مش عايز مش عايز يعني اعمل تجربه واوري لك فلتر الغساله بتاعي اللي حطه قبل الميه بتاعه الغساله. طبعا الكلام ده عن تجربه، انا بكلمك هنا عن تجربه. انا حاطط فلتر قبل الغساله عشان ينقي الميه اللي داخله تغسل الهدوم. ليه؟ لانه يعني غالبيه الخزانات يا اما فيها رمله يا اما فيها صدى كبير جدا لدرجه ان هو بوظ لي عدد من الملابس بتاعتي. فانا هنا بكلمك عن تجربه انا مريت بيها او حد مر بيها. فعشان كده انا بقول لك ممكن يكون كلامك صح وكلامي يكون صح. بس فعشان الناس ما تزعلش مننا، الميه انا بقولش ان الميه نفسها طالعه من المحطه التحليه وحشه. لكن انا بقول لك ان لما بتوصل بيكون الموضوع فيه بيعدي على كذا مرحله وفيه مشاكل وبتاع. بس مش عايزين نثير الجدل يعني. الموضوع ما يكونش ايه يعني، هو انا بتكلم ان انت ايه وجهه نظرك صح وانا وجهه نظري صح، فاحنا ان شاء الله مش مختلفين يعني. النقطة اللي بعد كده ومن الحاجات الجميلة، مش فاكر يا رب ما كنتش اتكلمت عنها في الحلقة اللي فاتت لأن أنا ما رجعتش الحلقة بصراحة. مفيش باعة جائلين في الشوارع على الأقل في يعني. بصراحة لفيت كذا مكان، مكة، الرياض، جدة، الدمام، الخارجي مثلا، مش عارف المزحمية، الدلم، رحت أماكن كتير ما قابلتش خالص باعة جائلين في الشارع يعني ليهم سيطرة. زي طبعا مصر، هنا عندنا الموضوع فظيع في مصر. فهنا يعني ممكن تلاقي واحد بعربية كده، وطبعا البلدية دايما ما بتسيبوش يعني بيشيلوه، لكن هو يكون متحرك مثلا بيتحرك بالعربية ديت مثلا. او زي مثلا عندنا عربيات الكارو لسه لغاية دلوقتي موجودة في مصر، وموجودة في أحياء كتير وبتلف في أماكن كتير. وحتى لو استحدثت يعني شالوا الحمار حطوا حصان، شالوا الحمار والحصان وخلوه تروسيكل. هي نفس الفكرة، هي موضوع البيع على الجائلين. فالثقافة دي أعتقد لسه موجودة في مصر.
وممكن مع الوقت تتطور ويبقى شكلها ألطف، لكن هي لسه موجودة. يعني مثلا كان في مرة حد عمل مشروع، كان مشروع جميل والله بس للأسف ما كملش. يعني كان مشروع لرفع القمامة في مصر عن طريق عربيات من التروسيكل دي. التروسيكل ده اللي هو عبارة عن موتوسيكل محطوط فيه عربية كده صندوق. فهو كان عايز يعمل مشروع بطريقة ما كده، وكان عامل دراسة جدوى فظيعة جدا، وكان ناشرها وبتاع. بصراحة كان مشروع حلو قوي وعجبني، لكن للأسف الناس يعني عملوا مع الخطيئة، سرقوا العربيات وبوظوا الموتوسيكلات وبتاع ومش عارف ايه. التنافس الغير شريف. طبعا البتاع دي ليها تجار، يعني القمامة في مصر ليها تجار، فما سمحوش بان المشروع يكمل والموضوع يمشي وبتاع. المهم يعني خلينا هنا في موضوعنا اللي هو احنا احنا هنا مفيش باعة جائلين بالشكل المتعارف عليه، او ممكن تلاحظها جدا مثلا في الافلام الهندي. لو انت تتفرج على الافلام الهندي، انا بتفرج على افلام هندي بس مش اللي هي بتاعت يطير في الجو وبتاع، لا بتفرج على افلام بتاعت عامر خان. ممكن اكون شفت فيلمين 3 مثلا شاروخان بس انا ما بحبوش. بس طبعا عامر خان تقريبا غالبيه افلامه اتفرجت عليها، لانه دايما بيكون فيها رساله، بيكون فيها شيء لطيف. طبعا على مقدمه الافلام دي مثلا دانجال مثلا، وبي كي اسمها ايه، ستارز اون ايرث باين او حاجه كده، اللي هم نجوم على السماء ولا نجوم مش فاكر اسمه. هو ما اسموش كده بالهندي، ليه اسم تاني يعني. المهم ان هو ليه كذا مجموعه افلام رهيبه جدا بصراحه، وهو ممثل يعني شاطر. وغيره في الافلام الهندي ممكن تبص تلاقي كتير جدا فكره العربيات اللي الباعة الجائلين دي موجوده، وفي كتير من البلدان، مش شرط حتى في مصر او الهند يعني، لا في كتير. فدي مش موجوده هنا، يعني دي انا ما شفتهاش هنا. النقطه اللي بعد كده، طبعا بطبيعة الحال أتمتت غالبية الخدمات الحكومية، ودي يمكن حتى كان برضو الشقيري قالها وصح فعلا، ومش فاكر برضو أنا قلتها قبل كده ولا لأ، إنه الحكومة هنا تقدمت عن الشركات الخاصة. يعني الحكومة بقت أسرع من بتاع ده لورا شويه. الحكومه هنا بقت اسرع من الشركات الخاصه في اتمته الخدمات. يعني انت عندك تطور كبير جدا في موضوع الخدمات من الحكومه، اسرع من الشركات. يعني ممكن تبص تلاقي شركه عايز تقدم ورق بتروح تقدمه انت، او عايز تعمل حاجه فانت بتروح تقدمها ورقيه او بتاع، يعني غير دلوقتي. فما فيش الكلام ده. طب ما انت قلت الكلام ده قبل كده. النقطة اللي أنا كاتبها إن هنا مش هتلاقي طوابير من زمان جدا بصراحة. أنا مفيش مكان رحت لقيت فيه طوابير، وإن كان في مكان ممكن يكون تلاقي فيه طوابير فهو وفر عليك إن أنت تروح تقف في طابور. فبيعمل إيه؟ حتى الفحص الدوري سيارات دلوقتي بقى متاح إن أنت تحجز موعد للفحص قبل ما تروح. يعني مثلا هتروح الساعة، بالمناسبة الفحص الدوري بيشتغل لغاية الساعة 11 بالليل، ودي بصراحة من أمتع الخدمات اللي أنا شفتها في الفحص الدوري. أنا حضرت لما كان بيشتغل لغاية تقريبا الساعة 3 أو 5، فده كان صعب قوي إنه كتير من الشركات مش بتسمح إن هو إيه، لو سمحت عايز بس أروح أعمل الفحص بتاع العربية بتاعتي، فبيقول لك لأ. وكان في يعني زي حاجة كده متعارف عليها بين الناس إن هو يقول لك أنت تصلي الفجر وتطلع الفحص عشان تلحق الطابور من أوله. طبعا الموضوع ده كان يعني بصراحة يعني صعب جدا. فدلوقتي بقى بيشتغل تقريبا من الساعة 7 الصبح لغاية 11 بالليل. الموضوع بقى جميل جدا، انت بتروح في اي وقت وتظبط عربيتك وتروح تخش تفحص وتخرج. فزادوا كمان الموضوع يعني خدمة افضل، بان هو تخش على الفحص تحجز ميعاد، فتروح الساعة 11 وربع او 11 ونص تخش بالعربية في لاين بتاع المواعيد، غير اللاين التاني. هم برضو ابقوا على الخطوط التانية اللي هي من غير مواعيد، عشان برضو ما يضايقش الناس يعني. فبصراحة من فترة طويلة جدا في أماكن كتير ما شفتش طوابير، ودي من الحاجات اللي مش موجودة في السعودية عن تجربة، لأن الحلقة دي لسه هي الحلقة المكملة للحلقة اللي فاتت اللي هي حاجات مش موجودة في السعودية. الحاجة اللي بعد كده أو النقطة اللي بعد كده، وهي طبعا هي موجودة عندنا وموجودة في السودان وموجودة في كذا مكان، مش موجودة هنا، محلات ذبح الفراخ في الشوارع. احنا عندنا تقريبا ايه، في ممكن تبص تلاقي جزارة او محلات الدواجن بيذبح في الشارع، او سوري مش بيذبح في الشارع، بيذبح في المحل يعني. فالكلام ده مش موجود هنا. مصر بشكل كبير الجزارات لا، يعني الجزارات ممكن يكون غير مسموح بالذبح في المحلات، لانك لازم تروح تذبح في المسلخ او المجزر الآلي اللي هو
لو انا فاكر اللي هو لسه تقريبا في سيد عيشه. الا في العيد الجزارين بيذبحوا في الشارع عادي طبعا في العيد الاضحى، انما في غير كده قليل قوي لو لقيت ذبح في خارج المسلخ او خارج المجزر، انما الفراخ كلها بتتذبح في المحلات. في حد قال لي ان هم بطلوا الموضوع دوت من فتره في مصر، بس انا عشان بقالي فتره ما نزلتش مثلا بتاع سنتين 3 كده من ساعه كورونا. في حد قال ان هم بطلوا الموضوع دوت في كتير جدا من الاماكن، وبقت في غرامه على المحلات ان هو يذبح الدواجن او الفراخ في المحلات. فهنا انا من ساعه ما جيت في 2014 عمري ما شفت محل بيذبح فراخ في المحل، فدي من الحاجات اللي مش موجوده. وبالمناسبه الموضوع دوت مهم جدا، يعني الموضوع دوت صحيا مهم جدا، ليه نقاط كتيره جدا. ما شفتش افراح في الشوارع هنا خالص، مفيش حاجه اسمها حد بيعمل فرح في الشارع. الافراح كلها لازم تكون في قاعات افراح، في قاعه افراح او قاعه مناسبات. هي ما بتكونش قاعه افراح لان هي ممكن تستقبل حاجات كتير، يعني ممكن تستقبل فرح، ممكن تستقبل عزا. هنا ما شفتش عزا برضو، ما حضرتش عزا مكان فيه عزا الناس بتستقبل وبتاع. غالبيه يعني الحاجات الناس متوفيه اللي انا حضرتها العزا على الجنازه زي ما احنا بنقول في مصر، العزا في المقابر. يعني انا حضرت كم مره كده في مقابر النسيم بما ان انا في الرياض، فدايما كان العزا على المقابر بعد الدفن وخلاص. احنا بنصلي مثلا في غالبيه برضو الاماكن اللي حصل فيها او اللي انا حضرت فيها حد متوفي كان في مسجد الركحي، ودوت من اكبر المساجد هنا في الرياض. فدايما الصلاه في المسجد وبعد كده المقابر وبعد كده خلاص كل الناس تروح، مفيش حد بيعزي قاعه وبتاع ومش عارف ايه. فالافراح نفس الموضوع، مفيش افراح في الشوارع، يعني مش تلاقي حد عامل فرح في الشوارع. ومفيش مواكب في الشوارع، يعني مفيش موكب للفرح تيت تيت وبتاع والكلام من ده ممنوع. ولو حد اتمسك بتعمله مخالفه طبعا كل السيارات اللي هي يعني عن الموضوع ده. في مره هتلاقي فيديو عندنا لما كنت بتكلم عن الفرق بين الافراح في مصر والسعوديه، كان في موكب لكنه غالبا عشان بره الرياض والمدينه هناك يعني هاديه والدنيا تمام، لكن كانوا واخدين تصريح من المرور، لذلك هتلاقي في الفيديو في مرور في نهايه الموكب وفي مرور في بدايه الموكب، لان اصلا هنا مفيش مواكب. انا ما شفتش موكب صراحه غير الموكب بتاع الملك سلمان، انما اي حاجه تانية ما شفتش لهاش موكب ابدا. يعني عمري ما شفت مثلا حاجه معديه او حد معدي معمول موكب ليه كده. مفيش، هو الموكب الوحيد اللي شفته هنا موكب الملك سلمان، غير كده انا ما شفتش. فيبقى اكيد في الافراح او اي حاجه تانية مش هيتعمل لها مواكب يعني. طبعا هي بنسبه كبيره عشان تعطيل الطريق وهكذا، يعني ما ينفعش. برضو الفرح اللي انا كنت مشاهده ده كانوا عاملين البتاع دوت في ناحيه واحده من الطريق والناحيه التانية كانت متاحه يعني تقدر تمشي. فما فيش افراح في الشوارع ولا انا شفت هنا مواكب بصراحه ابدا. مفيش من ضمن الحاجات الجميلة، ودي تقريبا غالبية الأماكن يعني ما شفتهاش، مفيش حمام عام. يعني ما تروحش حمام عام وتلاقيه بتكت، تدفع تكت عشان تدخل حمام عام. جايز يكون في اماكن بتعمل كده، بس انا بصراحه عمري ما رحت مكان عام او خاص. يعني عمري ما دخلت مكان بتاع مطعم مثلا بتاع مش عارف إيه كافيه او حاجه تطلب ان انت تخش حمام فيطلب منك فلوس. ودي كانت حاجه ضايقتني بصراحه لما قريت بوست في مصر، تقريبا كان احد اشهر مطاعم فاست فود في مصر وبره مصر في فرع التجمع الخامس، كان عامل الدخول حمام. هو كان بيقول ان هو ليه اسبابه، فعشان يقلل نسبه الناس اللي بتدخل فاضطر ان هو يعمل حمام بفلوس. بص هو برضه يعني مفيش حاجه اسمها تقلل نسبه الناس اللي بتدخل فانت تقوم حاطط تيكت عشان تنظف الحمام او ايا كان. بصراحه كانت فكره مش لطيفه خالص. الحمام دوت يعني امر محدش يعني مش بمزاجي كده بمشي وقرر ان انا اخش اشرب عندك قهوه فقرر اخش اشوف الحمام بتاعك وشكله ايه. ده حاجه مش لطيفه خالص ان انت تحط لها تيكت مهما كان المكان اللي انت فيه. ينفعش
يعني دي دعوة لأي حد، لو انت كنت فاتح مطعم بتاع كافيه ايا كان، الحمام يا اخي ده حاجة آدمية، شيء إنساني، فعشان انت تاخد فيه فلوس يعني ده يعني امر مش ظريف خالص. عمري هنا ما رحت مكان بصراحة ولقيت ان هم الحمام بفلوس، مفيش الكلام ده، مش موجود في السعودية بصراحة. حتى الأماكن السياحية كده كده أنت بتخش، يعني لو أنت داخل المكان بتيكت أوكي خلاص، هو أنت أوريدي دفعت التيكت بتاع المكان. مثلا لو هو ملاهي مثلا، فود كورت في مكان مثلا مش عارف ايه ايا كان، خلاص اوريدي دفعت بره، مش تدفع يعني تمن تيكت للحمام. طبعا الكلام ده مش منتشر في مصر، عشان برضو الناس ما تقوليش يعني هي مصر كلها كده، لا انا ما قلتش مصر كلها كده، انا بقول لك فرع فاست فود التجمع الخامس، كلامي كان واضح. وفي برضو خد بالك في نقطه مهمه جدا، مش معنى ان انا بقول حاجه مش موجوده في السعوديه ومثلا في منها مثلا حاجه غلط في مصر او كده، ان هو انت بتقارن او ده شغل بصراحه. نظريه المؤامره دي يعني يا ريت تكبر دماغك منها، يعني لانه الموضوع مش قصه كده. انا ليه بحكي لك التجربه؟ لاني شفت الانعكاس الريفلكت بتاع التجربه في مكان تاني، او شكل التجربه في مكان تاني، فانا بقول لك شكلها ازاي. ما تقعدش بقى تقول لي يعني هي هنا احسن ولا هناك احسن وبتاع، دي حاجه من الحاجات اللي مش لطيفه خالص، ان هو تقعد تقارن ما بين هنا وهناك وبتاع، يعني مش ظريف يعني بصراحه، ما من الحاجات اللي هي مش ظريفه. كلامي هنا مش قصه مقارنه خالص يعني. ضمن الحاجات الجميله بقى اللي موجوده هنا جدا في السعوديه، وانا اتلسوعت فيها كتير في مصر، لان كان عندي رحله شغل استمرت 3 شهور في مصر، ان انا كنت واخد العربيه وبلف على كل الهاي ويز في مصر، الطرق السريعه، كنا بنعمل مسح للطرق في مصر كلها. بالمناسبه اللي ما يعرفش انا بتاع خرايط، فيعني ده كانت شغلتي، فكنا بنعمل رفع مساحي او رفع بياني للطرق كلها. نزلت في اماكن كتير كنت بتلسوع بسبب ان انا مصري كنت بدفع السعر السياحي. تخيل في اماكن كده يقول لك السعر سياحي، عمري ما دخلت مكان هنا وقال لك السعر سياحي. يعني ازازه الميه في الرياض، في مكه، في جده، في المدينه، في الدمام، في اي حته هي بريال، اللي بريال، لان في ازازه ميه ب6 ريال يا شيخ. في بس هي ب6 ريال في اي حته، او ب6 ريال او 5 ريال في اي حته، نوع معين من الميه. تمام، كم نوع، مش نوع واحد يعني، كم نوع. لكن ازازه الميه العاديه ام ريال، تروح في مكان تاني تلاقيها بريال ونص او بريالين او باكتر، لا ما قابلش الكلام ده. الحاجه الوحيده الغريبه اللي شفتها على طريق مكه الرياض، وما اعرفش دي تفسيرها ايه، بعض البنزينات على الطريق ما بتبيعش البنزين بنفس السعر، ودي انا ما لقيتلهاش تفسير بصراحه. لو حد عنده تفسير يقول لي ايه الموضوع ده. يعني مثلا البنزين هنا ب 2.18 اللي هو ال 91، لان انا بحط 91 عربيتي على الطريق. البنزين ال 91 او الاخضر، يعني عشان هم هنا بيقولوا اخضر او احمر، البنزين الاخضر على الطريق بيوصل ل 32 او 52. الاخضر مش الاحمر، الاحمر اصلا تقريبا ما اعرفش بكام بصراحه، لان انا ما بحطوش 52 او حاجه. البنزين الاخضر على الطريق اغلى في بعض البنزينات او بعض محطات البنزين، ليه ما اعرفش. بس طبعا يعني انا يعني مرتين 3 كده اللي اتلسوعت، وهو حاطط البتاع بره، خد بالك هو مش بيضحك عليك جوه، هو اليافطه الكبيره جدا دي الالكترونيك دي الديجيتال، مكتوب عليها من بره سعر البنزين 91 كذا وسعر البنزين 95 كذا. في بعض البنزينات هم حاطين سعر اغلى، ليه؟ ما عنديش تفسير. فهنرجع لحكايه الاسعار السياحيه. حتى على الطريق في محطات البنزين، في البقالات على الطريق برضو اسعار البقاله كلها بتكون نفس الاسعار اللي موجوده جوه المدينه بصراحه، ودي انا شفتها في اماكن كتير جدا. عمري ما دخلت مكان وقال لي المكان هنا سعره سياحي، هو بيدي السعر العادي وبيدي عليه الضريبه زي ما هو في كل الاماكن، الضريبه موجوده بتطبق على اي حاجه. ضمن الحاجات اللي موجوده مش موجوده، هي موجوده في بعض الاماكن كده، يعني ايه يعني طبعا الليجل، الموضوع ده غير قانوني ومفيش حاجه كده، اللي هو سايس تنظيم العربيات. تعالى يا باشا اتفضل هنا يا باشا، ارجع هنا يا باشا، مش عارف، مفيش سايس موجود في السعوديه. ودي من الحاجات البشعه في مصر، وكل مصر تقريبا، او يعني سكان القاهره والجيزه بالخصوص واسكندريه بيعانوا معاناه رهيبه في الموضوع ده. كل الناس هتتفق معايا في الحته دي. السايس ده هو كائن لزج سمج بايخ رخم، بيطلع لك من تحت الارض. انت بتلاقي الشارع فاضي صحراء وهو يطلع لك من تحت الارض كده. اتفضل يا باشا اركن يا باشا. انا بعرف اركن عربيه من وانا تقريبا، انا بسوق من تقريبا ثالثه اعدادي،
بعرف اركن العربيه من وانا في ثالثه اعدادي. مش انت اللي هتيجي عشان انا خليني اركن يعني خالص. فاتفضل ارجع وبتاع ومش عارف ايه. وطبعا كائن لزج وما بيسيبكش لما تدفع فلوس، ولو انت سبت العربيه من غير ما تدفع فلوس يعني هيحصل في العربيه حاجات وحشه كده. فما فيش هنا سايس في السعوديه، ولو لمحته تقدر تمرجحه في اي وقت، بلغ عنه في ثواني البلديه والشرطه تيجي تشعلقه. في بقى اللي هو مدير، انت ايوه غسل سياره، ايوه غسل سيارة. لا شكرا مش عايز اغسل سياره. لكنه ما يقدرش يتسمج، يعني ما يقدرش يرخم عليك. ف تقريبا الحلقه طولت، يلا بقى الحلقه بتاعت العوده. ايه هو ما يقدرش يرخم، لان هو لو رخم انت يعني ببساطه تقدر تبلغ عنه. هو اصلا يعني الكلام دوت غير اسمه ايه، غير قانوني، لانه هو لو اتمسك بيتعمل له مخالفه اهدار الميه، لانه ممنوع اصلا. يعني المغاسل عايز تغسل عربيتك تغسلها في المغسله، والمغاسل هي واخده ترخيص بالكلام دوت، والميه هي بتحاسب عليها بشكل تجاري ومعروف ان هي بتعمل كده. فما فيش سايس في السعوديه. ممنوع، ودي من اجمل الحاجات اللي شفتها، ممنوع رش الميه في الشوارع في السعوديه. تلاقي كده محل كده طالع كده وماسك خرطوم كده ده لو اتشاف او لو حد بلغ عنه، مش لازم يتشاف، هيتنفخ. مخالفه حلوه جدا وحاجه ظريفه جدا. وبعض الناس في مصر بتتحجج اللي يقول لك انا برش عشان يهبط التراب. انت ما تعرفوش يعني ايه التراب في الرياض. الرياض عباره عن مدينه يعني ايه، يعني تم بنائها في وسط الصحراء. الصحراء هنا محيطه بالرياض من كل الاماكن. فالتراب لو قام او لو الدنيا قامت هنا التراب احنا بنتعمي حرفيا. تمام. فعشان لو انت هتتحجج تقولي بالتراب، التراب موجود هنا، وعمري ما شفت حد هنا بيرش ميه خالص، ولان هي مخالفه، ولان هي اهدار للموارد المائيه في الدوله. ودي حركه انا نفسي يعملوا قانون، مش يجرموا اللي يعمل كده في مصر، يعدموه. اللي يرش ميه في الشارع يعدموه كده. الميه دي يا جماعه شريان حياه الكره الارضيه، فانت ازاي تهدر شيء زي كده؟ ويا ريته مثلا بيرش ميه ملهاش لازمه، ده بيرش ميه عذبه ومحلاه وتم تنقيتها وصالحه للشرب. ويا اخي انت يعني انت اكيد مش بني ادم، انت اكيد كرتون. فمفيش ميه، مفيش رش ميه في الشوارع، ولا غسيل عربيات بالخرطوم. برضو في ناس تعمل الحركات دي برضو في مصر، وللاسف في مدن حديثه تبص تلاقي مثلا في اكتوبر وفي زايد ومش عارف ايه، ياخد الحنفيه بتاعت الجنينه ويطلع بالخرطوم بقى كده يروش على العربيه بتاعته. كان ده يا جماعه غلط جدا جدا. يعني انا لو انا هقول لك اوكي مثلا اغسل عربيتك يعني بجد الميه، يعني يا اخي ده الرسول صلى الله عليه وسلم ان هو احنا وتقريبا تقريبا يعني المصريين اعلى ناس شفتهم بيتوضوا بيهدروا. وكانت عمل احصائيه عن الموضوع ده، بنهدر ميه في الوضوء بطريقه بشعه جدا جدا. انا بقف جنب ناس بيفتح بالحنفيه، ممكن الميه اللي نازله من الحنفيه تطفي بيها حريق. يا اخي انت ليه فاتح الحنفيه كده؟ ما يعني افتحها. الرسول صلى الله عليه وسلم كان اوصى ان هو يعني انت يعني ما تسرفش في الميه، ولو انت بتتوضا على نهر جاري، انت متخيل؟ وكان تقريبا اوصى ان هو لما تتوضا، يا رب اكون متذكر، ان انت تتوضا بقد من الماء. القد اللي هو تقريبا ازاي نص لتر دي، اللي هي بنص ريال. تخيل. وانا جه عليها اوقات ساعات يعني اضطريت ان انا فعلا اتوضا بالازازه دي، كانش في ميه ومضطر ان انا اتوضا بالازازه دي. فيعني اسراف الماء ده شيء من الحاجات البايخه جدا. يعني انا مش هقول لك ان انا بحافظ على البيئه بقى وان انا كائن خيالي في معظم حياتي، لكن يعني على قد ما اقدر لو في حاجه انتبهت لها باخد بالي منها بس. فما فيش هنا حاجه اسمها يعني ترش ميه او تغسل العربيه بالخرطوم او الكلام ده. الكلام دوت كلام مش مظبوط يعني. فالمهم دي من الحاجات برضو اللي مش موجوده في السعوديه. اخر حاجه اختم بيها النهارده مش موجوده بنفس الشكل اللي كان عندنا. انا يعني برضو بقول لك انه الكلام دوت انا بقالي كتير مشفتوش في مصر. لكن هنا من ساعه ما جيت مفيش عسكري في نص الشارع
واقف بينظم المرور. وده تقريبا موجود في كتير، هتلاقي فيديوهات كتير تقريبا في مصر وفي لبنان وفي السودان وفي الجزائر. شفت كذا مرة كذا فيديو ان مازال لسه في شخص هو اللي بينظم حركة السير، تقريبا في بعض الدول الأوروبية كمان. بس الدول الأوروبية اللي هي يعني اللي لسه التكنولوجيا عندهم او كده لسه الدنيا ما اتطورتش يعني بشكل كبير. عسكري تنظيم الشارع نفسه، يعني مفيش اشارات اصلا وهو اللي واقف بينظم المرور بالاشاره اللي معاه وبتاع. فانا مفيش هنا، العسكري ده مش موجود اصلا. عسكري المرور هنا بيكون متواجد في بعض الحالات المشاكل، فساعتها هو بيقدر يغير. دايما هتشوفوه دوت اللي هو بيقف عند ماكينه الاوتوماتيك بتاع الاشاره، وبيقدر يزود تايم للتقاطع على حساب تقاطع تاني يكون فيه الترافيك اقل شويه، فهو بيقوم مثلا يرفع هنا 40 ثانيه زياده او يسحب من هنا 20 ثانيه ويدي هنا 20 ثانيه وهكذا، بحيث ان هو ياخد من الجزء اللي فيه ترافيك عالي ويدي الجزء اللي هو فيه ترافيك منخفض في بعض الاوقات، مش في كل الاوقات. يعني هو مش دايما موجود في الكلام دوت، هو دايما تلاقيه في ساعه الذروه، يا اما مثلا من 7:30 لغايه 9، ومن 4:30 لغايه 5:30 6. في التوقيت ده اللي ممكن تشوف فيه العسكري ده. بقيه اليوم مستحيل تشوف العسكري واقف بيغير التوقيت بتاع البتاع، وهو بيكون عشان خاطر مصلحه الشارع يعني. شكرا لكم، كان معاكم محمد سمير، واسف على الاطاله. النهارده حلقه العوده، يا رب تكون مفيده ليكم، ويا رب يكون بتوع نظريات المؤامره ما يزعلوش مني، لانه هو يعني في الاخر انت بتحكي قصه كده عشان الناس تستفيد، او بتامن نفسك ان انت لو انت جاي جديد لو انت جاي جديد او انت كنت قديم وما تعرفش المعلومه دي، فانت تاخد بالك. يعني تيجي مثلا تقول لي انت قعدت تتكلم كتير في الحلقه واحنا ما استفدناش في اجزاء كتير انا عديت عليها، فانت هتاخد بالك منها. انه لو انت رحت مكان هنا بيبيع بحاجه اسمها سعر سياحي، تقدر تبلغ عنه تقول ان هو بيبيع بسعر غير السعر اللي المتعارف عليه، لان هو ما عندوش حاجه اسمها سياحه. او لو انت ناوي تغسل عربيتك في الشارع وانت لسه جاي جديد، مفيش حاجه اسمها ان انت تغسل العربيه بخرطوم ميه وبتاع، لان ده اهدار وهيتعمل لك مشكله والبلديه وهتدخل نفسك في مخالفه وبتاع. فانت خد من القصه اللي انا حكيتها حاجه تستفيد بيها قبل ما تقعد تهاجمني او تقعد تهاجم الكلام اللي انا قلته. زي ما قلت في بدايه الحلقه، وجهه نظرك صح وانا وجهه نظري صح، مبنيه على موقف انا عديت بيه، وانت وجهه نظرك مبنيه على موقف انا عديت بيه. في الاخر هي تجربتي انا شخصيه، عشان كده انا بقول لك البودكاست عن تجربه بتاعتي انا او بتاعت حد من اصحابي مثلا مر بالتجربه، لكن مش بعمم الكلام على كل الناس، ولا بقول لك ان ده قاعده موجوده في كل الاماكن. زي ما انا قلت انه بعض البنزينات بتحط سعر مخالف للسعر اللي احنا متعارفين في عليه، فدي هنا تجربه يعني مش معممه، انا بقول لك كل الاماكن، لكن 90% من الاماكن هي بتعمل كده، او 95% من الاماكن هي بتعمل كده. في الاخر ما تخشش معايا في نقاش خناقه، هي مش عركه، هو الموضوع فيديو بسيط تاخد منه اللي انت عايزه واترك اللي انت يعني مش عايزه او ما يعجبكش. شكرا لكم مره تانية، كان معاكم محمد سمير، وان شاء الله مش هتاخر عليكم مره تانية، نعمل لكم حلقتين 3 كده في الاسبوع ده ان شاء الله. سلام.